ذاك يقول ليس هذا وقته، ليس هذا وقته. متى يكون وقته؟ الآن في الصهاينة يدكون الفلسطينيين في غزة، ليس هذا وقته. يعني نسكت؟ ما نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، ولا نقول لا تحلف بغير الله، ولا نقول لا تعتقد الاعتقاد الباطل، ولا نقول ايش خذ بالكتاب والسنة، ولا اسكت اسكت. ليس هذا وقته. منذ عشرات السنين وأنا أسمع هذا الكلام. ما راح تنتهي أصلا حوادث الدنيا ولا مآسي المسلمين. نحن في صغارنا كنا نسمع ايش؟ في مشكلة واحدة عند المسلمين، فلسطين فلسطين. بعد ذلك شوف يعني في عمري أنا حدث أشياء كثيرة غير، حدث أفغانستان، حدث العراق احتلت الكويت، حدث الربيع العربي، صارت مشاكل في ليبيا، في سوريا، في اليمن. بعد ما كان في مشكلة واحدة صارت الآن ايش؟ مشاكل كثيرة. قبل ذاك كان في الجزائر، وهلم جرا. ما تنتهي مشاكل المسلمين منذ أن خلق الله الخلق، والحق والباطل يتصارعان. ليس هذا وقته، ليس هذا وقته. كل هذا لتقرير هذا المذهب، وهو ايش؟ أن نتفق فيما اتفقنا عليه، ويعذر ويسكت بعضنا عن بعض فيما اختلفنا فيه. اعتقد في الله عز وجل، ما تعتقد بأنه واحد، بأنه اثنين، بأنه داخل العالم ولا خارج. عقيدة الحلولية، عقيدة وحدة الوجود، نفي علو الله عز وجل، قدر يرى أو لا يرى يوم القيامة، القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، يجوز الحلف بغير الله ولا يجوز، الذبح لغير الله، عبادة قبور الأولياء، كله لا، ما في بأس الآن، لأن عندنا عدو مشترك وهو الصهاينة، وهو الشيوعيون، وهو يا سلام. وهل هذا سينتهي؟ يعني الآن اليهود احتلوا فلسطين أكثر من 70 سنة، يعني يريدون الناس أن يسكتوا من ذاك الزمان إلى يومنا، وما نعلم الله إلى متى سيستمرون. الله يزيحهم ويهزمهم، لكن إلى متى ما نعلم. هل نسكت عن دين الله عز وجل؟ لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر ولا نبين الحق ولا نتكلم في التوحيد ولا في العقيدة ولا نبين السنة من البدعة ولا الحق من الباطل. من زمان أنا عن نفسي من عشرات السنين أسمع مثل هذا الكلام. عسى ما أن تتكلم في شيء من دين الله، في العقيدة، في الأخلاق، في العبادة، يعني هذا وقت. متى يكون وقت؟ لما تتحرر فلسطين، لما تتحرر أفغانستان، لما تتحرر، لما ايش الكلام هذا؟ ما دليلكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجهاد، في الجهاد، خرج من مكة إلى هوازن حنين. قال بعض مسلمة الفتح يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هم رايحين القتال. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا وقته؟ هذا وجوده في الإسلام الحين قدام هوازن؟ لا، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف أنكر عليهم وهو في الجهاد. فلا منافاة، لا منافاة. نذكر سنة من السنوات واحد قال اليهود يحتلون القدس وأنت تقول اللحية اللحية. قال أحد مشايخ قال هل رأيت مثل الجيش متوجه لتحرير القدس؟ فأنا قلت أوقف، وقف، عندي كلمة في اللحية. أصلا اليهود محتلين فلسطين ومحتلين بيت المقدس، وإحنا جالسين هنا وتكلمت عن إيش؟ حكم حلق اللحية وجوب إعفائها. إيش التعارض؟ إيش التناقض؟ هل سكوتي عن حكم حلق اللحية أو وجوب إعفائها سيطيل احتلال اليهود بيت المقدس أو للقدس أو المسجد الأقصى؟ لا، لن يقدم ولن يؤخر، بل ربما إذا دعونا إلى السنن وطاعة الله ورسوله ينصرنا الله عز وجل بطاعته جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم. لكن حقيقة أن هذه المناهج اقتحمت القلوب والأنفس، أصبح كثير من الناس يكررها حيث يشعر ولا يشعر أن هذا مبدأ يكون إيش؟ تطبيق للقاعدة الذهبية. شيخنا انتقدوها وقال بل هذه قاعدة باطلة. حتى الصحابة ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لما تكلموا وقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما ذا. ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن منكر قط. لماذا؟ لأن لو سكت عن شيء
لا تعتبر ذاك من الشرع، لأن سكوته وإقراره شرع. والله لو أكل واحد بالشمال قال كل بيمينك، لو واحد قال كلمة خطأ قال قل كذا، لا تقل قل ما شاء الله وحده. أجعلتني الله ندا؟ لما قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال أجعلتني الله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ما توقف، ولا الجهاد توقف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما زال مجاهدا حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وكان الجيش قد عقدت لواه للغزو للجهاد. توفي النبي صلى الله عليه وسلم سيره أبو بكر رضي الله عنه، ما توقف الجهاد، ولا توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالمعروف وعن المنكر وتعليم الناس وبيان العقائد وبيان الأخلاق والعبادات، أبدا بين كل شيء. وهكذا يجب أن يكون أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يبينون كل شيء في جميع الأحوال، في قتال ما في قتال، لا نسكت عن الباطل، نتكلم، ولا منافات. دعونا نتوحد. الآن ننسى خلافات. كيف يعني ننسى خلافات؟ يعني رافضي على سني على واحد يسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن بعرض النبي عليه الصلاة والسلام، مو وقتها، صهاينة قدامنا. وانت تقول لي عائشة رضي الله عنها برأها الله؟ هي أقول عائشة برأها الله، وهذا ملعون وكافر وزنديق الذي يسب عرض النبي عليه الصلاة والسلام. أصلا سب عرض النبي عليه الصلاة والسلام هذا أغلظ وأشد وأقبح إثما من احتلال اليهود للمسجد الأقصى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطعن فيه في عرضه طعن فيه، وطعن فيه طعن في القرآن والسنة، وطعن بالله عز وجل. الله جل وعلا يصطفيه من بين البشر الذي خلقهم، ويزوجها عائشة رضي الله عنها، وزوجته في الدنيا والآخرة، ويثني عليها في القرآن ويبرئها الله عز وجل. يأتي واحد يقول عنها كذا